الأهرامات الأثرية، حيث يقوم بجولة بين الآثار الفرعونية العظيمة يصحبه خلالها الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. ويتفقد الرئيس أوباما هرم خوفو ومقابر العمال ومنطقة أبو الهول، وجولة مشيا على الأقدام من أمام الهرم الأكبر، ويتجه بعد ذلك إلى مراكب الشمس. وفي نهاية الجولة بمنطقة مراكب الشمس من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي في كتاب الزيارات. باراك أوباما بأن يزور الأهرامات وأن يراها بعينه، لكنه تحقق اليوم. الرئيس الأمريكي خرج لتوه من مركب الفرعون بعدما زار الهرم الأكبر هرم خوفو، أكبر أهرامات منطقة الجيزة، ودخل إلى داخل الهرم حتى غرفة الدفن. رافقه في الدخول هناك دكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. اختار الرئيس الأمريكي أن يتحرك سيرا على الأقدام في حرية تامة كأي سائح يحب ويحلم بزيارة تلك المنطقة وأن تطأها قدمه بنفسه، وقد تحرر تماما من ملابسه الرسمية ليلائم حرارة الجو الذي تعدت درجات الحرارة الآن حوالي 40 درجة. الرئيس الأمريكي يمشي الآن متجها إلى منطقة أبي الهول، يرافقه وفد من الصحفيين والإعلاميين ووفد رسمي، وبصحبته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار دكتور زاهي حواس يحكي له الكثير من قصص الأزمنة العتيقة. بدأت جولة الأهرامات منذ حوالي 1:30 عندما حطت طائرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما هنا في إهرامات الجيزة، وبدأت بالهرم الأكبر. داخل الهرم استمع الرئيس أوباما إلى العديد من القصص التي أذهلت العالم، قصص عن بناة الأهرامات، عن أبوابه السحرية، عن أسرار طاقته الخاصة، أسرار وحكايات حتى عن لعنة الفراعنة وعن مركب الفرعون. ربما يحكي تلك الحكايات لابنتيه ساشا وماليا عندما يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقصص الأقدمين تستهوي الجميع من كل الأعمار. الرئيس يتحرك بحرية تامة متجها سيرا على الأقدام إلى منطقة أبي الهول، وسط إجراءات واستعدادات غير مسبوقة في المنطقة. منطقة الأهرامات ظلت مفتوحة طوال هذا الصباح بحرية تامة للسائحين، لكن منذ عدة ساعات أبقيت هذه المنطقة استعدادا لزيارة الضيف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي طالما تحدث أنه ينتظر هذه اللحظة عندما يقف ويرى بعينه الهرم الأكبر. يتجه الآن إلى الشرق بصحبة دكتور زاهي حواس الذي ينتهز فرصة النزهة ليحكي له الكثير من القصص والحكايات التي يحكيها كل حجر يحيط بهذه المنطقة عن عظمة المصريين القدماء وعظمة تلك البنايات. الهرم الأكبر، مركب الشمس، منطقة الحفائر الأثرية بهضبة الأهرام، وأيضا مقابر العمال وأبو الهول، ومقبرتي قارو وآيدو من عصر الأسرة السادسة الفرعونية، هي محطات يتوقف فيها الرئيس باراك أوباما اليوم في زيارته لمنطقة الأهرامات، حلم يحلم به كل سائح يأتي إلى مصر.
ربما زيارة الرئيس باراك أوباما ليست الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس أمريكي لمنطقة الأهرام، لكنها بلا شك الزيارة الأطول. لقد اختار الرئيس الأمريكي أن يقضي في هذه المنطقة قرابة 80 دقيقة، ولكن يبدو أن جدول الزيارة سيمتد أكثر من ذلك. فهي منطقة الصوت والضوء في الخلفية، والتي ستكون المحطة الأخيرة في جولة الرئيس أوباما الذي يقترب الآن بصحبة الدكتور زاهي حواس يتحدث عن أسرار أبو الهول. هذا التمثال الذي عاش 4500 عام هو تمثال الملك خفرع بوجه إنسان وجسم أسد، والذي يمثل اتحاد العقل مع القوة. يعتلي جبهة تمثال أبو الهول ثعبان الكوبرا مع ذقن ملكي فرعوني مميزة. مع مرور الزمان زالت بعض ملامح أبو الهول كما تعرفون، وقد رويت الكثير من الروايات حول اختفاء بعض أجزاء من وجه أبو الهول، لكن أحد من هذه القصص لم تثبت صحتها حتى الآن. لكن المعلوم والمؤكد أن جزء من ذقن أبو الهول موجود الآن بالمتحف البريطاني في لندن، عثر عليها في الثلاثينيات ضمن الحفائر التي قام بها العالم المصري الأثري القدير دكتور سليم حسن. يقف الآن الرئيس باراك أوباما تماما أسفل قدمي أبو الهول في مواجهة لوحة تخص تحتمس الرابع. تلك اللوحة التي حفر عليها نصا تسجل زيارة للملك أثناء رحلة صيد. تحكي اللوحة أن الملك نام أسفل ظل رأس أبو الهول، وكان التمثال مغطى حينئذ بالرمال، وأثناء نوم الملك حلم بأبي الهول يعده بأن يمنحه حكم مصر إذا أنقذه من طغيان الرمال عليه. فجاءت تلك اللوحة لتخلد هذه ذكرى هذا الحلم، ويذهب البعض إلى أن هذه اللوحة هي جزء من الدعاية السياسية لوصول الأمير تحتمس الرابع للحكم، وكان أميرا آنذاك. لقب أبي الهول بالعديد من الألقاب، منها حارس الأهرام